لو سمعتي عن الفراكشنال ليزر ومش فاهمه هو بيعمل ايه او بيستخدم لايه او عايزه تفهمي اكتر، يبقى الفيديو ده ليكي. الفراكشنال ليزر نوع من انواع الليزر التجميلي وبيشتغل على الجلد من الداخل، كانه بيصلح الاخطاء اللي في البشره من جوه. في نوعين من الفراكشنال ليزر: ثاني اكسيد الكربون او الفراكشنال CO2 ليزر، دوت بيشتغل على طبقات الجلد العميقه او الندبات، او الفراكشنال اربيوم ليزر، دوت بيكون اخف شويه ويستخدم للبشرة الحساسة أو لتجديد البشرة السطحي. اللي موجود في أغلب عيادات التجميل أو الجلدية هو الفراكشنال CO2 ليزر، وده بيشتغل على حاجات كتيرة قوي، منها آثار حب الشباب، ندبات حب الشباب، الجروح، المسام الواسعة، توحيد لون البشرة، وعلامات تمدد الجلد اللي هي الستريتش ماركس، وحاجات تانية كتير. من فوائد استخدام الفراكشنال CO2 ليزر على البشرة: تجديد البشرة، تحفيز الجلد على زيادة إفراز الكولاجين، تصغير المسام وتحسين ملمس الجلد. زي أي إجراء تجميلي ليه بعض الأضرار، ومنها احمرار أو تهيج البشرة، ظهور قشور بسيطة على البشرة، يحصل التهاب للجلد لو مفيش العناية الكافية بالجلد، ونحط الكريمات المناسبة اللي الدكتور بيقول عليها بعد الجلسة. لو فكرتي ان انت تعملي فراكشنال CO2 ليزر لبشرتك، ضروري الاول تروحي المتخصص وهو اللي يحدد ان انت محتاجه ولا لا، وتعرفي نوع بشرتك ايه، ودايما اسالي هل هو مناسب لحالتك ولا لا. لو حابه تبداي اول خطوه صح في العنايه ببشرتك، تقدري تحجزي كشف العياده عن طريق ارسال رساله على DM. انا هكون معاكي خطوه بخطوه من التقييم لحد النتيجه اللي انت بتحلمي بيها. انا دكتوره علا عمر، وبشرتك امانه.